بي تي سي دلوقتي موجودين في كل دول الخليج. جالنا دعوه من بي تي سي ان احنا نروح معرض الشارقة في الامارات ونشوف بي تي سي عاملين ايه هناك. الحقيقه المعرض كان فيه حاجات جميله جدا، وقدرنا نقابل رئيس مجلس اداره شركه بي تي سي وعرفنا منه رؤيه شركه بي تي سي في مصر وفي كل دول الخليج. واحب اقول لكم ان اللي فات حاجه واللي جاي حاجه تانية خالص، وكل اللي هنوريه لكم ده موجود دلوقتي في الخليج وقريب جدا هينزل عندنا في مصر. ومن اهم الحاجات اللي عجبتني شخصيا لما شفتها واللي تعتبر ثوره في تكنولوجيا تصنيع الذهب هي سبائك الذهب المدوره، الكيلو والنص كيلو والربع كيلو. قد ايه شكلها جميل وطريقه تخزينها كمان خطيره. حتى شوفوا وكمان بي تي سي اعلنت عن كذا كولابوريشن، واحد مع ديزني وواحد مع مارفل، وعاملين كمان كوينز جولد سواء كانت جنيه او نص جنيه او ربع جنيه عليها كل شخصيات ديزني ومارفل المشهورين. وانا شايف ان الحاجات دي هتبقى تحفه كهدايا للاطفال وكمان للكبار، وهتحول الكوينز دي ان هي تبقى ويربل. يعني بدل ما تشتري ربع جنيه تحطيه في الخزنه هتشتريه بتعليقه شكله جميل زي كده. بما انكم كملتوا معانا الفيديو ده للاخر فانا عامل لكم مفاجاه جميله جدا. احنا في مجرات الطويل عاملين ديسكاونت كود لكل الناس اللي في الخليج، تقدروا تروحوا اي فرع من فروع بي تي سي تشتري منه اللي انت عايزه بخصم محترم جدا. والاوفر ده موجود في السعوديه والامارات والبحرين والكويت. وقولوا لنا في الكومنتس لو عايزين تعرفوا ايه الفرق بين شراء السبائك بين الخليج ومصر. وبس كده، كان معاكم دكتور ياسر الطويل. سلام.